جامع بحمد الله وحسن بلائه علينا. ربنا صاحبنا وأفضل علينا، نعوذ بالله من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم احلى متابعين في الدنيا كلها، يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا. النهارده جايبه لكم بقى فيديو جديد بالاسعار الجديده بالمشتريات الجديده. كل سنه وانتم طيبين، كل شهر وانتم طيبين، وشهر جديد يا رب يجعله شهر الخير علينا جميعا ان شاء الله. جايبه كده شويه حاجات، الاسعار طبعا نار كالعاده، ربنا يا رب يتولانا برحمته ويرحمنا ان شاء الله. بس انا عايزه يعني قبل ما ابدا الفيديو او اقول لكم الاسعار، عايز اقول لكم حاجه. ضاقت ثم فرجت حلقاتها، يعني هي بعد ما ضاقت فرجت. ودايما كده نفتكر ربنا لما بيقول ايه، ان الله لطيف خبير وان الله رحيم بالعباد. فربنا بجد رحيم بينا، وما نقعدش نتأفف من الظروف، وما نقعدش نتضايق من الاسعار، وما نقعدش نعمل كل الحاجات دي، لان احنا عملنا او ما عملناش، هي ده امر واقع، وده اختبار من ربنا لازم نحمده. والحمد لله اللي احنا لسه معانا فلوس، وان احنا معانا نجيب، ويا رب يوسع رزقكم جميعا ورزقي ويساعدنا، امين يا رب العالمين، ويرزقنا كده ان شاء الله في بنعيم الدنيا ونعيم الاخره، اللهم امين يا رب العالمين. انا جبت شويه الحاجات دي، في حاجات عليها عروض وفي حاجات مالهاش عروض. انا جبت من السوق عادي، لقيته اوفر من الهايبرات، لان الهايبر حتى اللي جنبي ما فيهوش عروض مغريه، يعني نص جنيه ربع جنيه، فدولت اوفر. انا وفرت كمان ايه بقى، وفرت سعر الركوب. تعالوا نشوف جبت ايه، هقول لكم حاجه بالاسعار. بس لو اول مره تشوفوا القناه متنسوش تشتركوا، تشتركوا فعلوا الجرس على الكل عشان يوصلك كل جديد. متنسوش اللايك الحلو، واذكروا الله في كومنت كده وقولي لي انا ان انت جديد عشان ارحب بيكي. وطبعا اهلا وسهلا بيكم ونورتوا القناه كلكم. يلا بينا نشوف مع بعض جبنا ايه. اول حاجه جبت الرز دوت اهو السايب. بصوا الرزايه حلوه قوي، بس مش عارفه الكاميرا مبيناه لكم ولا لا. ده الكيلو بكام؟ ب20 جنيه. تمام. فجبت منه دوت 2 كيلو اهو كده. وجبت برضو الرز ده اهو، ده حلو بس يعني مكسر شويه. جبت ده بقى للمحشي، لو عملنا كفته برز حاجه كده مش هيبان. جبت برضو منه 2 كيلو. ده بكام دوت؟ ده ب16 جنيه ونص. جبت ادي كيلو اهو، وادي الكيلو التاني اهو. تمام. جبت المكرونه الاصيل دي اهي، الكيس ب6 ونص. فجبت منها القلم دوت، 1 قلم، وجبت منها دي اهو 2 من اللي هي النوع ده. وجبت الشعريه 2 القلم اهو. يبقى انا جبت من كل كيس 2. تمام، كل نوع 2. لقيت السكر دوت اهو عامل 21 ونص، ابيض وحلو اهو، بس جميل. احنا طبعا التاني ب18 ونص، فجبت منه دوت ايه كيلو واحد. انا عندي تاني فجبت كيلو منه. جبت من المكرونات برضو المطبخ عشان ما لقيتش الاسباجيتي من النوع الاصيل، فجبت دي. بس ده عامل 10 جنيه للاسف، يعني الكيس 400 جرام ب10 جنيه. ربنا يرحمنا ان شاء الله ويعدي الفتره دي على خير. جبت بقى الدقيق، جبت الضحى. انا كان عندي حبه يعني في العلبه مش فاضيه، فجبت كيس واحد بس من الضحى ده اهو ب21 ونص. سعره نزل طبعا شويه. جبت كمان الجيلي ده 3 في 1. ده انا بحب قوي، بتاع دريم ده بيبقى حلو وتقيل كده مركز. فجبت منه العبوه دي عامله 19 جنيه ونص، فسعرها طبعا كويس غير اللي هي الكيس واحد كان عامله 11 جنيه تقريبا. فدي طبعا توفير حلو قوي، فجبت منها واحده عشان عندي الولاد بيحبوه. وجبت الحلاوه دي لقيتها ب69 ونص. طبعا هي حلوه جدا البوادي، يعني يعتبر ب70 جنيه، لان انا عندي السايبه في السوبر ماركت ب59 ب60 جنيه. فقلت طبعا مش فارقه 10 جنيه دي احسن، فجبت منها واحده. جبت كمان الزبادي ده عرض الستة عامل 21 جنيه ونص، فجبت 6. لقيت الاعشاب دي اهي، دي عامله 3 ونص العلبه، فجبت ال3 دول، 2 ينسون وواحده نعناع. تمام. جبت كمان الخميره دي الكيس ب2 جنيه. جبت ال3 دولت عشان هنعمل ان شاء الله معجنات مع بعض حلوه قوي الفتره الجايه بامر الله. متنسوش بس اللايكات كده وتظبطوني. جبت الملح ده الكيس ب1.5 جنيه، فجبت ال5 دول.
وجبت كمان الباربيكيو صوص دي، لقيت عليهم عروض الصراحه حلوه دي في سوبر ماركت برضو العادي، مش من الهايبرات، يعني في سوبر ماركت عادي عندنا، هو كبير كده، في بيبيع قطاعي بسعر الجمله، وعنده برضو سعر تاني لو هتاخدي منه طبعا كميات جمله. فلقيت ديت عامله 15 جنيه ونص، جبتها كان ابني طالبها مني، جبت له واحده ديت. ولقيت الكاتشب دوت والهوت صوص او الكاتشب الحامي، دي الواحده فيهم عامله 16 ونص، جبت اتنين اهي، دي واحده الحاميه ودي البارده اهي، ده الكاتشب العادي وده الكاتشب الايه الحامي بالفلفل اهو. تمام. لقيت عصير الجهينه ده ب 13 جنيه، جبت واحده مانجا وجبت واحده كوكتيل. الزيتون، الزيتون ده عامل 40 جنيه، البرطمان كيلو، وادي فود طبعا ممتاز، فجبت واحد. جبت كمان العصير الفروتي ده، عليه الكوبايه دي هديه مجانيه، بص حلوه جدا الكوبايه بالشاليمو بلاستيك. فجبت واحده عشان رمضان ان شاء الله، كل سنه وانتم طيبين. والعصر طبعا هحتاجها قبل رمضان، هطلعها يعني عادي، انا مش شايله ولا مخزنه لسه لحاجه رمضان، بس انا لقيتها عرض كويس. دي كانت عامله 35، العلبه كلها بالكوبايه 12 باكو، ومش محتاج سكر يعني، هو بالسكر بتاعه، فجبت واحده. وجبت كمان علبه التونه دي توليدو اهي، قطعه فاتحه، لقيتها عامله 24 جنيه، جبتها. وجبت علبه السمن دي عشان بقولكوا هنعمل مخبوزات حلوه ان شاء الله مع بعض، فجبت واحده غير مهدرجه اهي، دي كانت عامله 42، جبتها دي. وجبت كمان قالب الزبده ده برضو كريستال، انا بحب الكريستال جدا، جبت واحد اهو. وجبت بقى البسكوتات دولت لولادي، جبت واحد تاج وواحد دوت بالشوفان، وجبت لهم واحد اوريو وكيكايه ديت وكيس البريك ده والبسكوت ده، دولت الحاجات اللي هي اللي ايه حاجه الاكل. نشوف بقى جبت ايه في المنظفات كمان. هنا بقى في المنظفات جبت كيس المناديل ده، بابيا كان عامل 21 ونص، جبت واحد، طبعا المناديل اسعارها رفعت جدا. جبت كمان المعطر دوت اهو، ده كان عامل 25، جبت واحده بالخوخ. جبت حمام الكريم دي مينك اللي هي الكيلو، دي كانت عامله 39، طبعا سعرها حلو جدا جدا، فجبت واحد. وجبت في المسحوق، جبت بتاعه البرسيل دي ب 52، جبت واحده دي اللي هي الصغيره. جبت واحده الشاور جيلي دي عامله 38 38 او 36 مش عارفه الصراحه، هو كان عامل عروض على المنظفات، جبت واحده بالعود طبعا حلو جدا. جبت كمان بتاعه الكلور دي اللي هي الجل عامله 24 جنيه، جبت واحده انا بحبه جدا، بستخدمه في الغسيل، انتوا عارفين غسالتي اللي هي من فوق اوتوماتيك، وبستخدمه في التنظيف في حوض المطبخ للبوتاجاز، بيخليه نضاف جدا. في حوض الحمام برضو يعني بينضف حلو قوي، وبينزل بالراحه، يعني بينزل على الحاجه ببطء، غير عكس الايه الكلور السايب. جبت كمان المسحوق اي بي سي ده، طبعا هو بيبقى متوفر في سوبر ماركت بيم، انا كنت جربته قبل كده عجبني. دي جبتها للغسيل البلاك او للغوامق، 3 كيلو ونص بودر، هي عامله كيلو 800، كانت بكام ب 38، فطبعا حلوه جدا، جبت واحده. وجبت منها برضو الكيس الصغنن ده بجنيه، فجبت 3 على اساس يعني لو عايزه اغسل حاجه بسيطه او كده حاجه صغننه على ايدي على طول هعملها. وجبت الشاور ده الماني، عجبني قوي، شامبو وشاور للاطفال، جبته لابني الصغير، دي كانت عامله 45 جنيه، حلوه جدا سعرها، ان شاء الله يبقى حلو، انا جربتوش قبل كده، لو حد جربه يقول لي عليه. وجبت الفينيش ده بتاع غساله الاطباق، دي كانت عامله 89، هي 88 جنيه، 88 90 قرش، 89 يعني، فحلو قوي طبعا بالنسبه للفينيش ده، بقول لكم هو كان عامل عروض حلوه جدا على المنظفات. جبت كمان ال3 ليف دي ب5 جنيه، وجبت المناديل الوايبس دي ب20 جنيه. بس كده دي الايه المنظفات اللي انا جبتها دي بقى. هنا كده كل الحاجات اللي انا جبتها، اللهم بارك، الحمد لله الحمد لله على نعمة الصحة والستر ونعمة الدفى ونعمة البيت اللي قوينا، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، ربنا يديم نعمه علينا يا رب، اللهم امين يا رب العالمين.
ويرحمنا ويرفع عننا البلاء والوباء دوت بجد. دايما كده خلي ذكر الله في لسانك، خلي قلوبنا عامرة بذكر الله، نحمد ربنا، عشان اللي بيحمد ربنا ان شاء الله ان شاء الله ربنا هيزيدنا، ونجعل كده عندنا ايمان ويقين بالله ان هو هيزيدنا ويرزقنا من اوسع الابواب، وهتعدي هتعدي هتعدي. وقلنا قبل كده ما ضاقت الا ما فرجت، ما ضاقت الا ما فرجت. يا رب يفرجها علينا وعليكم، ويرزقنا جميعا، يرزقنا بالصحة وراحة البال وبالستر، ده اهم حاجة، ويرزقنا ويوسع رزقنا، وما يخليش ابدا ابدا يا رب ولا اي حد فقير ولا اي حد محتاج يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. هتوحشوني جدا جدا. قولوا لي رايكم في الاسعار، حلو ولا ايه؟ لو حد عارف مكان كويس فيه بيبيع اسعار حلوه بالعروض او حاجته منتجاته كويسه يقول لنا عليه طبعا، ويقول مكانه فين، في محافظه ايه او في مدينه ايه او في حي ايه، عشان كلنا نستفيد. وان شاء الله ان شاء الله تستفيدوا معايا وتستفيدوا في فيديوهات جايه كتير. هتوحشوني جدا جدا، واسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي. جامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، ربنا صاحبنا